عادي كده قبل الفيديو كده. لا ده موجود. قبل الفيديو وحاسب كده قبل تحت. السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وفي رمضان دايما فرحانين ومتعودين ان احنا اي حلو بنعمله بناكل منه وبنهادي حبايبنا. تعالوا النهارده هنعمل الطبقين الحلوين اللي انتم شايفينهم دولت. سعرهم النهارده لو بنجيبهم من اي محل، وطبعا مش بالحلاوه والطعامه واللذاذه دي، هيعدي ال 500 600 جنيه. ده اقل تقدير يعني. شايفين الجمال والطعامه والحلاوه والشياكه؟ كلوا وهادوا حبايبكوا وقدموا لضيوفكوا احلى ضيافة من عمايل ايديكوا بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة. وتعالوا شوفوا انتوا بنضحك عليكم في المحلات ازاي. حاجة جميلة شكلها شيك، هتهادي بيها، هتقدميها لضيوفك، هتعمليها لولادك، هتفرحي نفسك في رمضان. وهنعمل الترندات اللي طالعة جديد بايدينا في بيتنا بنظافة وحلاوة وجمال وشياكة وتوفير مع بعض ان شاء الله. نكمل الفيديو وشوفوا عملنا الكنافة الفور سيزون بقطع المانجا الأصلية وقطع الفراولة الفريش، والدنيا زي الفل بشياكة وطعامة وحلاوة. نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو بمنتهى السهولة والبساطة. هعمل لك تريكات النهاردة هتوفر معاكي كتير جدا. تابعيني لآخر الفيديو وإن شاء الله هتلاقي حاجة تعجبك. أنا هنا بدأت كده بكوباية من المية المتلجة، وحطيت عليها 100 جرام من الكريمة، كريم شانتيه عادي، او ممكن تجيبي كيس كريم شانتيه يكون وزنه كده 100 جرام. وتبدأي تضربيه الاول. بقلب الكريمة كده مع المية علشان ما تغبرش معايا وانا بشتغل. وبعد كده هبدأ اضرب الكريم شانتيه بتاعي لحد لما القوام بتاعه يعلى ويعمل معاكي عرف كده، يعني سن طالع كده. هنا بقى كنت عاملة ايه التركة؟ كنت عاملة كوبايتين من لبن، عملتهم مهلبية عادي جدا زي ما احنا بنعمل المهلبية العادية. حطيت عليهم سكر وفانيليا ونشا، واول ما جمدوا على النار حطيتهم كده في التلاجة لما بردوا. وبعدين هديلهم ضربة كده بالمضرب عشان تنعم معايا، وهضيف المهلبية بتاعتي. كلنا بنعرف نعمل مهلبية عادي جدا، فعشان كده مرضتش اطول عليكم الفيديو واعملها معاكم. مهلبية عادية جدا يا جماعة، بس تكون ساقعة. تمام. هنزل بيها على الكريم شانتيه. انا ما حطيتش في الكريم شانتيه سكر لان انا كنت زودت السكر في المهلبية وقلت الاتنين هيظبطوا طعم بعض. تمام. هنا شايفين بقى هضرب المهلبية بتاعتي مع الكريم شانتيه. بسم الله ما شاء الله، هتقولي ان هي كريمة صافي، مش هتحسي بأي فرق. شايفين الكمية معايا اتضاعفت 4 أضعاف. القوام، الشكل، اللون، الطعم خطيرة. الكل هيسألك أصلا ان الكريمة دي عبارة عن ايه. طعمها هيبقى مميز جدا. شايفين هنا الكريمة بسم الله ما شاء الله، طعمها ولونها وقوامها والكمية. هنا كمان حاجة كده عملتها عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهي ان انا حمرت نص كيلو من الكنافة بالسمنة كده على البوتاجاز. بصوا طالعة ذهبي بقى ولونها جميل. اهم حاجة تحمري الكنافة على نار هادية متوسطة كده، وتكون ايدك فيها باستمرار لحد ما تديكي اللون الذهبي والقرمشة والشكل الجميل ده. هنزل عليها كده بمعلقتين 3 كده من السيرب التقيل البارد اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده على القناة. بيحلي معايا بس الكنافة شوية، مش ما تزودوش قوي علشان ما تزودوش طعم السكر في الحلو. الخطوة اللي بعد كده هجيب باكت كده من جيلي المانجا واحطه كده في بولة، وهنزل عليه بكوباية من المية السخنة. شايفين كل المكونات سهلة وبسيطة ومش غالية خالص ومش هتكلفكم اي حاجة ان شاء الله. كده باكت جيلي في مانجا بقلبه بكوبايه كده من الميه السخنه، ومش هنحط ميه تاني على الجيلي. هو المفروض الجيلي كوبايتين ميه، احنا هنعمله كوبايه واحده بس علشان انا عايزه جيلي متماسك، او حاجه كده جيلي تلميع تمسك معايا بس الفاكهه وتديلها لمعه. فانا هنا كده خلاص تدوبوه كويس جدا لما تتاكدوا ان الجيلاتين اللي فيه داب في الميه كويس. وهنا عندي حبايه مانجا كده طلعتها من الفريزر وقطعتها قطع كده كبيره شويه، يعني مكعبات كده، ونزلتها على طول في الجيلي. القطع دي هتمسك دلوقتي في الجيلي وهتشوفوا شكلها تحفة. وكمان هتاخد من طعم الجيلي، هيزود نكهة المانجا وطعمها، فهتبقى معانا كده خطيرة. لحد دلوقتي كلنا اكيد مفرزين مانجا علشان العصير في رمضان، وكل الحاجات دي موجودة في كل بيت. كمان هستخدم باكت جيلي من الفراولة وهحط عليه نفس الفكرة برضو كوباية من المية السخنة، وهقلب الجيلي بتاعي كويس جدا لحد لما الجيلاتين اللي فيه يدوب كويس.
وبنفس الطريقة هضيف عليه برضو قطع من الفراولة، واحنا في موسم الفراولة ومتوفرة الايام دي فريش. وكمان لو انتي مفرزاها زي كده طلعيها من الفريزر وقطعيها كده قطع تكون كويسة، وضيفيها للجيلي بنفس الطريقة وبنفس الفكرة. لحد دلوقتي احنا ما قلناش اي مكونات خزعبلية ولا مكونات صعبة على اي حد. باكو جيلي فراولة وباكو جيلي مانجا، ده كل اللي احنا كلفناه. الكنافة موجودة اكيد في كل بيت مصري دلوقتي في رمضان وخلاص، والمهلبية سهلة وما كلفناش كتير. اخر حاجة عندي وهي قالب كده من الشوكولاتة، هبدأ اقطعه كده قطع صغيرة بالشكل ده، واحط كده في بولة او تحطيه في كوباية كده تقدري تمسكيها عشان تقدري تتحكمي في الشوكولاتة كويس. وهضيف عليه نص كوباية من الحليب المغلي. انا هنا الحليب زاد معايا شوية يا جماعة، اضطريت ان انا بعد كده ازود شوكولاته. فانتوا ال 200 جرام اللي هو القالب الشوكولاته دلوقتي في المحلات 200 جرام، هتحطوا انتوا عليه 100 مللي من الحليب، يعني تقريبا نص كوبايه الا حاجه خفيفه. مجرد ما الحليب يغلي معاكي على النار هتضيفيه على الشوكولاته وتبداي تقلبي، هيوصل معاكي صوص شوكولاته متماسك بالشكل اللي انت شايفاه دلوقتي بدون اي اضافات. هبدا دلوقتي بقى ايه، اشكل الطبق بتاعي بالشكل ده. جبت طبق، الطبق ده موجود في اي محل حلواني يا بنات، سعره تقريبا حوالي 10 جنيه. لو انت حابه الشكل ممكن تقدميها في بولات، ممكن تعمليها في كدر، ممكن تحطيها في كاسات، اللي عندك حطي فيه. يعني هو ده عامل الشكل معايا، فانت اللي انت عايزاه او بالطريقه اللي انت حباها قدميها، هتطلع معاكي بشكل حلو قوي. ولو حابه تهادي تشتري الطبق ده، سعره بسيط جدا، سعره بقولك عامل حوالي 10 جنيه في محلات مستلزمات الحلواني. هتقدري تقدمي بيه الكنافه بالشكل اللي احنا قدمنا فيه. بحط اول طبقه كده من الكنافه المحمره وبرتب عليها او يعني بثبتها كده بمعلقه كده علشان تبقى معايا ثابته وما تاخدش مساحه كبيره من الطبق. وبنزل عليها كده بالكريمه. حطيت الكريمه في كيس علشان تبقى سهله التوزيع معايا، كيس حلواني او حطي في كيس عادي ووزعي الكريمه بتاعتك علشان تطلع متناسقه وشكلها شيك وتبقى سهله في التوزيع. بوزع الكريمه كده في كل مكان. عندنا هنا حرية الاختيار، انا ممكن اضيف هنا الصوصات اللي انا عاملاها كطبقة، ولكن انا حاسة ان مساحة الطبق عندي مش هتكفي الطبقات اللي انا هحطها، فانا هكتفي ان احنا بس هنحطها على الوش في الاخر. لكن لو حابة تعملي حاجة زي كده مفيش مشكلة. رجعت تاني نحط طبقة من الكنافة المحمرة، وما تعلوش الطبقات يا جماعة علشان ما تلاقيش الطبق ملي معاكي فجأة وانتي مش قادرة تحطي الصوصات في الاخر او تسيل منك من الطبق. دي ملحوظة تخلي بالك منها علشان الشكل العام برضو في الاخر يطلع معاكي مظبوط. تمام. بوزع برضو الكنافة وبضغط ضغطة خفيفة كده امكس الكنافة، وبعدين بنزل بقى بالكريمة بتاعتي بنفس الطريقة وبساوي، وبعمل حسابي ان انا سايبة مسافة للصوصات والحاجات اللي انا عاملاها علشان تطلع معايا في الاخر شكلها مظبوط وشكل الطبق يبقى نظيف وشيك وحلو. دي ملحوظة وتركات خلوا بالكم منها وانتوا بتشتغلوا. تمام. بنضف برضو جوانب الطبق بتاعتي علشان يبقى الشكل كده مناسب ومقبول. وبعد كده ببدأ بقى مرحلة ان انا هضيف الصوصات بتاعتي. شايفين هنا المانجا مسكت مع الجيلي، ببدأ بقى اطلع القطع بالشكل ده. ما تخافيش بقى ان هي هتسيل منك ولا حاجة، لو عملتي بنفس التريكات هتطلع معاكي ممتازة جدا. بحط بقى كمية كده محترمة، قطع المانجا كده ما شاء الله متغلفة بقى بالجيلي، شكلها ولمعتها وريحتها تحفة. املي المكان كويس جدا وداري كل الكريمة تطلع معاكي بالشكل ده وبالجمال ده. هاجي قصاد المانجا واحط الفراولة بالشكل ده كده بنفس الطريقة، وهحط القطع. ما تخافيش مش هتقع وهتكون متماسكة جدا علشان الجيلي خلاص مسكها في بعضها. رتبي بقى كده الشكل والفاكهة بطريقة كده تكون شكلها شيك وحلو وتبقى منظمة في التقديم. في الجنبين التانيين هنا كده حطيت بقى صوص الشوكولاتة، هو عشان لسه سخن فسايح شوية، ولكن هو مجرد ما هيدخل التلاجة هيمسك وهيبقى معانا زي الفل. ممكن تعملي واحدة صوص شوكولاتة، ولو عندك مثلا صوص لوتس، لو عندك بيستاشيو، عندك اي حاجة تانية حابة تحطيها مكسرات، عايزة تسيبيها لونها سادة كده ابيض براحتك يعني اللي انت عايزاه. حطيت الشوكولاتة بالشكل ده وشايفين الطبقات عندي واضحة بسم الله ما شاء الله، شكلها شيك جدا وجميلة قوي بالشكل ده.
وده طبق تاني عملته نص ونص، نص فاكهة ونص شوكولاتة بالشكل ده بنفس الفكرة ونفس الطريقة. حط كده حتة فراولاية في النص تظبط الدنيا. وبعدين بدأت اميز كده جزء منهم كده نزينه نديله شوية ديكور كده عشان يبقى شكله احلى ببشر شوكولاتة، والتاني حطيت عليه كده قطعة من عين الجمل عشان برضو نكسر اللون كده بتاع الشوكولاتة. شايفين شكلها بقى لما تمسكت شوية في التلاجة تحفة، ولون الفاكهة بتلمع من الجيلي، الشوكولاتة متماسكة، الدنيا زي الفل. فايض عندي الجيلي، يعني ممكن اعمل كمان طبق تالت وكمان صوص الشوكولاته هو لسه فايض، كل حاجه والكريمه فايضه وكل حاجه متبقيه. يعني انا مش بس عملت طبقين، انا ممكن اعمل 3 اطباق من الكميه او المقادير اللي انا قلت لكم عليها دي، تعمل لكم 3 اطباق متكامله من ده. لو بتفتحي مشروع هيبقى مشروع مربح جدا وهتقدري تكسبي منه كويس قوي، وكمان شكل وطعم وتكلفة أكيد هتكون حلوة جدا ليكي. أتمنى أن الفيديو النهاردة يكون أفادكم بشيء وتكونوا اتبسطتوا معايا بالوصفة وقد إيه هي سهلة وبسيطة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.